اعتبر نفسي نبي وكليم، ورب العالمين قال لي انت كليم. اعتبر نفسي نبي وكليم. ما وينظرون الى التلفاز ومشغولين بجهاز الموبايل. ده دليل ان هو نبي، انك دلوقتي بتتفرج عليا. رب العالمين يكلمني من السماء، يعني بيكلمني من السماء. كويس والله انك مش اشعري. متقين قال لي رب العالمين من قلبه مؤمن، والذي لا يؤمن في جهنم. الذي لا يؤمن به في جهنم. الله اكبر. فين معجزاتك؟ بقول لك فين معجزاتك؟ ما عندي معجزات غير الايمان. لا انا ما عنديش معجزات غير الايمان بالله. دي نورانيه جواه. البحبحاني ابني وداني البحبحاني. بسرعه عشان الدنيا حر وانا قفلت المروحه. اقول الحاج عوض ما رضاش يجي معايا في الفيديو ده، بيقول لي بيشتموني في التعليقات يا بحبح. يرضوك يشتموا العارف بالله؟ قلت له لا ما يرضنيش يا حاج عوض صراحه. فقال لي انا مش هطلع معاك الحلقه دي، اشوف الناس هيشتموك ولا لا، هيشتموه هو ولا لا. خلونا نبدا حلقه استثنائيه يا جدعان. الفيديو ده عملت لي اشاره عليه. واحد مدعي النبوه ومدعي الرساله، يعني هو وكلم الله، بس هو معهوش رساله، معهوش معجزات، معهوش اي حاجه. ما تيجي نشوف ونتكلم بقى ونشوف هو هيقول ايه، بس بسرعه عشان الدنيا حر. أنا مؤمن من بداية الرشد، من عمري 13 مؤمن. أصلي في المساجد وأصوم رمضان إيمانا واحتسابا، وأتزكى وأقرأ القرآن الكريم في الليل والفجر. هذه الآن وصلت الختمة السادسة. هو ده مطلوب من كل المسلمين صراحة، يعني اللي انت قلته ده مطلوب من كل المسلمين يعني. بس ايه الختمة السادسة دي؟ يعني قرأته 6 مرات بس؟ ختمته 6 مرات بس؟ ولا حفظته 6 مرات؟ ولا ايه يعني؟ مش عارفين. كمل يا باشا. وان شاء الله سوف اكملهم 19 قبل ان اذهب لرب العالمين. كلمني رب العالمين قبل 6 أشهر اعد نفسي للتكليم. ركز بقى، ركز في الكلام يا محترم. كلمه ربه قبل 6 شهور انه يعد نفسه للتكليم. يعني هو ربنا كلمه ولا لسه ما كلمكش؟ ما هي تفرق. انت لسه مش معد انك لازم تختم القرآن 29 مرة عشان تكلم ربنا. طب مين اللي قال لك كده؟ ربنا. هو كلمني وقال لي كمل. كليم رب العالمين، الكليم رحيم. كلمني رب العالمين من السماء اولا في موعد يكلمني منه عند الغروب هنا في بغداد. اذهب الى مدينه اقول لهم كلمني رب العالمين يقول لكم، يعني هذا لمدن العالم. ربنا كلمه وقال له اذهب لمدينه، يعني انت هتكلمهم وده يبقى لكل العالم. بالظبط زي اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو نزل في قومه يدعو الناس، وده طبعا كافة للعالمين. انما والعالمين تعلم وتسمع. هذا كلام رب العالمين لاي مدينه، يعني هذا لمدن العالم، يعني العالم جميع يعنيهم كلام رب العالمين، ليس للمدينه فقط. هذا يعني عندما يكلم رب العالمين لاي مدينه، اذهب للمدينه اقول لهم كلمني رب العالمين يقول لكم، يعني هذا لمدن العالم. ايوه يعني كلمك قال لك ايه؟ يعني قال لك اعملوا كذا، خلوا الظهر 9 ركعات، الفجر بدل هو 2 خلاص بقى انتوا بقيتوا مسلمين من زمان خلوه 12 ركعه. يعني مثلا بلاش تحجوا السنه دي، حجوا السنه الجايه مرتين. صوم رمضان خلوه مثلا من بعد الفجر لحد العصر او لبعد العشاء. يعني ايه الرساله؟ فين الجديد؟ ده غير ان انا طبعا يا جدعان انا برول عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، وده خاتم الانبياء والرسل. ده كل ده رل بس مش اكتر. لحد يفكرني بتكلم بجد ان احنا مستنيين نبي ولا رسول يجي بعد النبي صلى الله عليه وسلم خالص. ده راجل المفروض ده اثار الحشيش، ان كان في حشيش بالنوعيه دي تعني مش عارف. يجب عليهم ان تاخذ به. شلون البدايه كانت يعني؟ البدايه كلمني رب العالمين من مكان الغروب الى جرف دجله قبل 6 أشهر اعد نفسي. كلمني رب العالمين اولا قال لي تذهب الى محافظتك ذي قار، وانا اعلم بانهم لا يريدون ان يعني احنا قلنا لهم ان مفيش نبي بعد النبي، بس هم مش هيصدقوك، فده دليل ان احنا عايزين نكلموك. اقول لهم كلامي. ذهبت اليهم قلت لهم رب العالمين يقول لكم، كلمني اليكم رب العالمين يقول لكم، رفضوا. هنا قال لي رب العالمين للتأميم اولا محافظة كركوك. رب العالمين انا سوف اذهب لمحافظة كركوك، يعني هاي قناعتهم هم، محافظتي ما يريدون. كلمني. لا هي قناة المسلمين كلها، يعني مش قناة محافظتك بس، قناة المسلمين كلها مش هيريدون، يعني مش هيصدقوك اصلا، لان احنا لو صدقناك يبقى بنكذب النبي صلى الله عليه وسلم. خلصانه. يعني رب العالمين اولا للتأميم بعد تقريبا 20 يوم او شهر اذهب لمحافظة التأميم كركوك اقول لهم كلام رب العالمين. هذا كلام رب العالمين. كلام رب العالمين اولا، نعم كلام رب العالمين اولا يقول لمحافظة التأميم ومدن العالم. هذا كلام رب العالمين اولا. انا رب العالمين
لا تخرجوا أنفسكم من الجنة إلى النار وأصلحوا ذات بينكم. يعني ايه الجديد؟ عايزين الجديد ده، ما تجيبش كلام من القرآن، يعني هو المفروض الكلام ده موجود. وكونوا مؤمنين ولا تقتتلوا وتحابوا ولا تختلفوا فتذهب ريحكم. يعني لو جبت لهم آية من القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انت كده بقيت عادي. فانت كمسلم مطلوب منك ان انت تنقل رسالة النبي اللي هي بلغوا عني ولو آية. فانت بتاخد كلام الله وكلام الرسول وبتقدمه للناس كداعية، انما ما تقولهمش انا كلام ربنا. يعني مش بالهبل ده كله يعني ما الله عليم بالظالمين. هذا كلام رب العالمين من السماء، هو رب العالمين كلمه. ها؟ لا، فقط هذا كلام رب العالمين بداية بعد السعي قبل 6 أشهر. أعد نفسي. هذا أولا كلام رب العالمين الآن الذي قلته لمحافظة ذي قار. تعتبر نفسك نبي؟ أعتبر نفسي نبي وكليم، ورب العالمين قال لي أنت اعتبر نفسي نبي وكليم. ما لي يا عم الحاج. كليم. الكليم رحيم، أنا كليم رب العالمين يكلمني. هذا كلام رب العالمين الآن الذي قلته هو أولا محافظة ذي قار، ورب العالمين قال لي أنا أعلم بأنهم لا يريدون، ثم إلى التأميم، يعني أبدأ من التأميم. هذا نعم. النبي عنده رسالة، رسالتك انت شنو؟ رسالتي يعني هو يكلمني رب العالمين. هو انا ما عنديش رساله، هو بيكلمني وخلاص يا جدعان. بتقول له يعني ولا بقول له انت رسالتك ايه؟ يعني ايه الرساله؟ لا هو بيكلمني وخلاص. إلى مدينة أذهب أقول لهم رب العالمين يقول لكم، يعني هذا لمدن العالم يجب عليهم أن يأخذون به كلام رب العالمين. الذي يأخذ بكلام رب العالمين بأنه مؤمن يصلي ويصوم ويتزكى ويقرأ القرآن في الليل والفجر. رب العالمين قال القرآن الذي كلام الذي ليس كمثله أريد أن يقرؤونه العالم. الذي مؤمن يعني يصلي ويصوم ويتزكى ويقرأ القرآن، هذا سوف يسكن في جنات عدن عدة المتقين، والذي ليس مؤمن ضالا يعني في جهنم. كلمني قبل 6 أشهر. أعد نفسي. كلمني كثيرا، تقريبا يعني بال40 مرة كلمني، ثم قال لي ربنا كلمنا 40 مرة تقريبا، يعني كتير. موعد الآن بعد 3 أيام تأتيني الغروب. كمان 3 أيام هروح أكلمه إلى جرف النهر لأكلمك. وكلمني رب العالمين هذا الكلام. أن تريدون أن أعيده لكم؟ هو عندما أذهب لمدينة أقول لهم كلمني رب العالمين، يعني هذا لمدن العالم. نعم. زين، رسالتك علما رايح. انا مش عارف المذيع ده لقى ماشي في الشارع قال له تعالى كده اعمل معاك حوار، ولا هو كان معروف ولا ايه بالظبط؟ يعني مش عارف. يعني عندما يكلم رب العالمين يقول لي هذا كلامي، اذهب به الى مدينه يعني في العراق او في العالم اذهب اليها. اي مدينه في العالم اذهب اليها اقول لهم كلمني رب العالمين يقول لكم، يعني هذا لمدن العالم ليس فقط لهم، هم ياخذون به. يجب على العالم جميعهم ان ياخذون به، او العالمين من هنا الى اخر رجل وامراه قال رب العالمين. لا، هو ديننا دين الاسلام، هو الصلاه والصوم والزكاه وقراءه القران في الليل والفجر. الذي لا انا ما جبتش جديد، هو الدين الاسلام بس. انا ربنا كلمني وخلاص، انا معيش حاجه. هو القران الكريم الذي هو كل شيء جاء للرسول محمد، والرسول محمد هو الرسول محمد كما هو. يعني انت تؤمن انه النبي محمد عليه الصلاه والسلام وتؤمن بدين الاسلام؟ نعم. تؤمن به؟ طبعا، هو انا مؤمن منذ الصغر. هي سياقات رب العالمين التي في القران هي كما هي. انا كليم ابلغ المدينه، اذهب الى مدينه اقول لهم كلمني رب العالمين يقول لكم، بس هو انا كليم رب العالمين، اروح اقول لهم ان ربنا كلمني. طب كلمك قال لك ايه؟ اتبعوا النبي محمد، يعني هذا لمدن العالم. انت تؤمن انه محمد عليه الصلاه والسلام رسول يعني؟ لا، هو كما هو الرسول محمد. انت شلون جاي نبي وراه؟ انا جاي نبي وراء. رب العالمين يريد ان يتخذ كليم فيها. ربنا يريد ان يتخذ كليم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا نبي بعدي، وهو يقول لك ربنا يريد ان يتخذ كليم. هذا العالم قال، هذا رب العالمين قال لي هذا العالم الذي مليء بالقتال ومليء باللهو، وينظرون الى التلفاز ومشغولين بجهاز الموبايل. ده دليل ان هو نبي، انك دلوقتي بتتفرج عليا ولا لا؟ الراجل تنبأ اهو، دي نورانيه جواه، عرف انك حاليا بتسمعني. عم الله اقبل الفيديو اكتب تعليق. القران الكريم هذا كلام الذي ليس كمثله، لم يقراه الا قليل. شوف كلامك مقنع، شوف نفسك مقنع. انا متاكد بان رب انا مقتنع بنفسي، انت ان شاء الله ما اقتنعت انت، انا مقتنع بنفسي. العالمين يكلمني من السماء، يعني بيكلمني من السماء. كويس والله انك مش اشعري، كانوا طلعوا يجروا وراك. الغروب هو رب العالمين يكلمني. اكو عالم صدقت فيه؟ صدقوا بي عالم كتير، ده انا عندي صفحه على الفيسبوك فيها 14 واحد مصدقيني. صدقوا بي عالم كثيرين، سلموا عليه وقالوا لي يا نبي الله. سلموا عليه وقالوا لي يا نبي الله. هو تقريبا بياخدوا من نفس الحشيش اللي انت بتاخده تقريبا يعني. حتى قالوا يا كليم الله. تعتقد انه دول فعلا مصدقين فيك؟ فعلا مصدقين بي، فعلا. لا فعلا مصدقين بي، رجال مؤمنين، وحتى قالوا لي احنا اصحاب. هذا احنا اصحابك يا عم الحاج، احنا معاك يا ريس. هذا بلغ رب العالمين. انا لا اكذب ولا افتري ولا ادعي باني نبي. هذا كلام رب العالمين. انا لا ادعي ان انا نبي، بس انا نبي ورسول. العالمين كلمني رب العالمين كما قلت لكم الان، يعني كما قلت لكم. هو القران الكريم رب العالمين يريد من العالمين من هنا حتى الى اخر رجل وامراه يقرؤون القران الكريم في الليل والفجر. كلامي قال الذي ليس كمثله.
لم يقرؤونه إلا قليل، ليس مؤمنين إلا قليل في الأرض. أين الذي يعتني إلى المسجد؟ قليلين يعتنون المسجد. يعني يسمونه نبي. هو أنا كليم يكلمني رب العالمين، نبي وكليم يكلمني رب العالمين. انت الشيطان مبهدلك يا عم الحاج. سياق أي انت نبي لو مو نبي؟ نبي وكليم يكلمني رب العالمين. نبي وكليم. محمد ها؟ تؤمن بالنبي محمد؟ أؤمن بالنبي محمد كما هو القرآن الكريم. ما بعد نبي. شلون انت صرت اليوم نبي؟ لا، رب العالمين يريد أن يتخذ كليم. لا انت هتخش في حكمة ربنا عايز كليم. النبي قال لا نبي بعدي، بس ربنا عايز يبقى بعده حد عادي. انت مالك؟ انت ايش دخلك انت؟ رب العالمين يريد أن يتخذ كليم. قال لي، هو رب العالمين قال لي، قال أنا أعلم بأني قلت بأن الرسول محمد ليس بعده نبي ولكن يريد أن يتخذ الآن كليم. متخيل انك تقول ان ربنا يرجع في كلامه؟ يعني انت عارف انت بتقول ايه يا عم الحاج؟ انا ههدى عشان ما ارولش كتير. أنا أعلم ماذا سيحصل. يعلم بأن العالم سوف يملأ بالقتال ويملأ باللهو ويملأ بالنظر إلى التلفاز ويملأ بالانشغال بالموبايل، ولكن أين صلاتي؟ قال وصومي، وأين زكاتي، وأين قرآني كلام الذي ليس كمثله لم يقرؤونه إلا قليل، وأين الذي يعتني إلى المسجد لم يعتنون إلا قليل. أراد أن يتخذ كليم. أنا الكليم رحيم، أنا كليم رب العالمين رحيم. بدأت من الآن قبل 6 أشهر كلمة رب العالمين عد نفس. هسه اذا اسالك سؤال شو تريد هسه؟ انها المخدرات يا سادة. أريد أن أقول للعالم بأني كليم رب العالمين. كلمة بس انا عايز اقول للعالم كله ان انا كليم. بس من رب العالمين. سوف أبدأ أولا بعد تقريبا 20 يوم أو شهر أذهب إلى محافظة التأمين. كان من شويه 3 ايام، دلوقتي بقى 20 يوم شهر. أولا، وعندما أذهب لمدينة أقول لهم رب العالمين يقول لكم هذا لمدن العالم، يعني يجب عليهم أن يأخذون به. بعد ايش راح يصير؟ بعد أنا كليم 40 عاما، من هنا 40 عاما ثم أصعد لرب العالمين، وعلى ذمتي الذي يتبعني ومؤمن به هذا سوف يسكن في جنات عدن. يعني اللي مش هيتبعه يخش جهنم وبئس المصير. تابعوا النبي الله الجديد يا جدعان عشان ما تخشوش جهنم. عدة المتقين قال لي رب العالمين من قلبه مؤمن، والذي لا يؤمن في جهنم. الذي لا يؤمن به في جهنم. الله أكبر. لازم عنده معجزات. شنو معجزاتك؟ معجزاتي أنا مؤمن، آمنت وصليت وصمت وتزكيت وأطعمت المساكين وقرأت القرآن في الليل والفجر في 13 من عمري عند بداية فين معجزاتك؟ بقول لك فين معجزاتك؟ فين معجزاتك؟ الرشد. وهذه الختمة التي سوف أكملها للقرآن الكريم في الليل والفجر من الفاتحة الناس، هذه السادسة، ورب العالمين قال لي أريدهم 19. ما عندي معجزات غير الإيمان. لا أنا ما عنديش معجزات غير الإيمان بالله. بس كده. السلام عليكم يا جدعان. أنا الآن بدأت، أنا مؤمن. أنا لسه بادئ دلوقتي حالا. ما عنديش معجزات. أنا لحقت أعمل حاجة. أعزائي المشاهدين، وبكده يكون فيديو النهارده خلص. أنا بحبكم اللهم إني أسألكم من فضلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله. السلام عليكم. سأقطع كل من عادى رسولي وأبتر كل حبل للوصال وأقليه وأبغضه جهارا رجاء للمثوبة في مآل.